بيبدأ فيلم منها بظهور برادلي اللي بيكون شغال في مركز صيانة السيارات، لكن بسبب الظروف المالية السيئة بيضطر صاحب المركز إنه يفصله عن شغله لأنه مش قادر يدفع له المرتب. بعدها برادلي بيرجع البيت وبيحكي لمراته لورين اللي حصل، فهي كانت حالتها النفسية سيئة جدا بسبب تراكمات ومشاكل كتير حصلت بينها وبين برادلي من وقت ما كانت حامل وسقطت، وهما الاتنين علاقتهم اتوترت وكمان كملت بإنه ساب الشغل وما بقاش في مصدر دخل يعيشوا منه. هي بتعرض عليه انهم ينفصلوا، لكن برادلي بيرفض وبيقول لها انه حابب يكمل معاها ويخلف منها، وبيقول لها كمان انه هيرجع يشتغل مع اخوه جيل في تجارة المخدرات. في الاول هي بتعترض عشان مش عاوزة ترجع تعيش في قلق وخوف من تاني، لكن هو بيقنعها ان كل حاجة هتبقى زي الفل وتمام. بعدها بنشوف برادلي وهو بيسلم كمية مخدرات لتاجر من التجار اللي بيتعامل معاهم وبيقبض منه الفلوس، وبعد ما بيخلص المهمة بيروح في الغابة يغير لوحة الأرقام بتاعة العربية وبيغطيها وبيمشي، وبعدين بيرجع على بيته الجديد بعد ما بقى يلعب بالفلوس لعب. وبنشوف لورين وهي حامل وحياتهم الزوجية بقت مستقرة عن الأول، وبرادلي كان فرحان جدا انه اخيرا هيبقى اب. المهم برادلي بيجيله تليفون من جيل وبيطلب منه يروح له حالا، فبرادلي بيروح له وجيل بيقول له ان عمليه نقل المخدرات المره دي هتبقى مع راجل تقيل فشخ اسمه اليازارا، وهو اصلا من المكسيك، وكمان الشغل معاه هينقلهم نقله تالته خالص في عالم المخدرات. بعدها بيوصل اليازارا ومعاه 2 من رجالته وهم بيدرو ورومان، وبيقول لبرادلي انهم هيبقوا معاه وقت استلام شحنه المخدرات. فبرادلي بيعترض على وجود رومان وبيقول له شكله مدمن وممكن يتصرف تصرفات غبيه تضيعنا كلنا، فاليازارا بيطمنه ان رومان وقف ادمان من سنتين وكله تمام. المهم برادلي بيوافق، لكن شرطه هو ان هو يبقى القائد وبيدرو ورومان ينفذوا الاوامر اللي هو يؤمر بيها. الرجاله بيوافقوا على شرطه ده. بعدها الرجاله بيروحوا المينا وبرادلي بيكتشف ان رومان معاه مسدس، فبياخدوا منه وبيفتشوا عشان لو معاه اي سلاح تاني، وبيقول له انه مش بيحب يقتل ناس ابرياء ما لهمش ذنب في اي حاجه، وبيخلص شغله. بعد كده الرجاله بيركبوا المركب وبيوصلوا لحد الموقع اللي فيه شيحه المخدرات، وبيدرو بيغطس يجيب الصندوق من تحت الميه، وبعد ما بيطلع بيأمنوا ان البضاعه تمام وبيرجعوا تاني عند المينا. رومان وبيدرو بياخدوا الكميه بتاعتهم من البضاعه وبيمشوا، وبرادلي بياخد الكميه بتاعته وبيقول لهم يستنوا شويه لحد لما يحسوا ان الوضع امان ويخرجوا. فرومان بيقول له العمليه خلصت خلاص وانت كلامك ما بقاش يمشي عليا، وبياخدوا بعضهم وبيخرجوا من المينا. فاللي برادلي كان خايف منه حصل، واتضح ان الشرطه كانت منتشره في المكان وحصل ضرب نار من الطرفين. برادلي كان متضايق جدا ان رومان وبيدرو بيضربوا نار على الشرطه، فبيخرج يضرب بيدرو طلقتين وبيقتله. فرومان بيضرب عليه نار، ام برادلي نطت في البحر، واما بيخرج بيروح يضرب طلقه على رومان فبيتصاب. بعدها بيضربوا شويه لحد لما بيرقدوا في الارض، فالشرطه بتقول لبرادلي يسلم نفسه وهو بينفذ الاوامر على طول. بعدها بنشوف برادلي وهو في اوضه التحقيق وقدامه محقق لورانس، وبيقول له انت شكلك انسان محترم وابن ناس، لانك ما سمحتش ان حد من افراد الشرطه يتقتل من غير ذنب، وكمان قتلت زميلك عشان ارتكب جريمه. وكان مستغرب جدا جدا ان برغم انه بيتاجر في المخدرات الا انه عنده مبادئ ومش بيحب الظلم. وبعد المدح ده لورانس بيساله هو بيشتغل مع مين، لكن برادلي بيرفض يقول اي معلومات، وبيقول له انا معترف بجريمتي وراضي بمده العقوبه اللي هقضيها، وبيخلص التحقيق على كده. بعدها بتيجي لوران تزوره، فبرادلي بيقول لها انه بيحبها جدا وكمان بيحب بنته جدا جدا اللي لسه هتتولد دي، وبيطلب منها انها ما تجيش تحضر جلسه النطق بالحكم ولا تيجي حتى تزور الفتره اللي هيقضيها في السجن، عشان مش عاوز بنته تشوفه في المكان الشنيع ده ابدا، وكمان هيحاول انه يحسن سلوكه عشان يخرج في نص المده. بنروح بعد كده لجلسه النطق بالحكم وبيتحكم عليه ب7 سنين سجن، وهيقضيهم في منطقه سجون اسمها التلاجة، وده يعتبر سجن مريح جدا الى حد ما خصوصا في الحر. فعلا برادلي بيوصل السجن وبيسلم كل متعلقاته الشخصيه واللي مش شخصيه، وبيستلم اليونيفورم بتاعه وبيتجه على المبنى اللي فيه زنزانه الخصوصي بتاعته. هناك بيستقبله ليفتي سجين زميله بس بقاله سنين كتير هنا، يعرفوا عقوبه كل غلطه هنا بتكون ازاي. بعدين بيوصلوا لحد الزنزانه بتاعته اللي بتكون حاجه كده فاخر من الاخر، فبرادلي بيخرج كميه الحزن والقهر اللي جواه وبيفضل يضرب في الجدران. بنروح بعدها لورين اللي بتكون نايمه، لكن بتسمع صوت حد بيحاول يدخل جوه الاوضه، والاصوات جايه من عند الباب والشباك بينكسر، فلورين بتتخض جدا وبتجيب مسدس وبتفضل تضرب نار بشكل عشوائي، فبيجي شخص يضرب عليها طلقات فيها دواء مخدر، فلورين بتقع في الارض وبتفقد الوعي. تاني يوم بنشوف برادلي اما بيصحى من النوم وبيوقف هو وكل المساجين يتقدروا شويه. بعدها ليفتي بياخده يتمشى شويه وبيقول له انه هيقابل دلوقتي الاخصائيه النفسيه دكتوره دينيس، واللي هتبقى مسؤوله عن برادلي وهتتابع حالته النفسيه طول مده حبسه. فعلا برادلي بيدخل يقابل دينيس وبتبدا تساله شويه اسئله يعني كده، نام كويس ولا لا، اكل ولا لا. بعد ما بتخلص كلامها بتقول له ان دكتور النساء بيلتمان المسؤول عن حاله لورين هيجي له زياره كمان شويه. برادلي اتخض جدا على مراته وبيسالها ما قالش ايه سبب الزياره، فدينيس بتقول له لا مالش كلها شويه وهيجي يزورك وتعرف. انا تنتيم قبل دينيس مع برادلي،
بعد شويه بيجي الحارس ياخد برادلي عشان الزياره. اما بيوصل بيلاقي ان الشخص ده ما يبقاش دكتور بليتمان، وبيكتشف انه واحد من رجاله اليازارا، وبيوريه صوره لورين وهي مربوطه وعينيها متغميه، وبيقول له اليازارا بيقول لك انه بسببك خسر بضاعه ب 3 مليون دولار، وكمان خسر رجالته، وانه لازم يسد الدين ده يا اما هيسقط الجنين اللي في بطن لورين وهيقتلها. برادلي بيقول له وانا هسدله الدين ده ازاي؟ فبيقول له ان في شخص في السجن اليازارا عاوزك تقتله، بس هو مش مسجون هنا، هو مسجون في سجن ريدليف في مجموعه الزنازين 99، واسمه كريستوفر بريدج، وبيتفق معاه ان لو قتله اليازارا هيطلق سراح لورين ومش هيسقطها. بعدها بيجي الحارس ياخد برادلي يرجعه زنزانه، فبرادلي بيمسكه يضربه ضرب عنيف جدا وبيكسر له دراعه، فبيجي بقيه الحراس يمسكوه وبياخدوه على زنزانه تانية للتأديب. قام برادلي طاحنهم هما كمان، قام واحد من الحراس كهربه بالصاعق وصدر اوامر انه ينتقل لسجن ريدليف المشدد عشان يتعلم الادب، وهو ده اللي كان برادلي عاوزه اصلا، وعمل كل ده عشان ينتقل هناك. المهم برادلي بيوصل سجن ريدليف، وهناك بيستقبله المأمور تاجز وبيقول له احنا هنا غير سجن التلاجة، ولو سقط علينا الهبل هتتفرم. بعدها برادلي بيدخل المكتب وبيتم اجراءات دخول السجن، وهيقيم في مجموعه زنزانات رقم 56. فالحرس بياخدوه على زنزانه واللي بتكون مقرفه جدا وريحتها بشعه، فالحارس أليسون بيقول له انه هيقعد هنا اسبوع، ولو قعد محترم هينتقل زنزانه تانية نظيفه، اما لو قليت ادبك هتقعد هنا سنه كامله. تاني يوم بيجي أليسون ياخد برادلي يخرجه للفسحه، وبيقول له يحترم نفسه والا هيتحرم من الفسحه دي، ويفضل قاعد جوه الاوضه ما يخرجش منها. المهم برادلي بيتعرف على واحد من المساجين وبيساله اذا كان يعرف حد اسمه كريستوفر بريدج، فالواد بيقول له انه ما يعرفش حد بالاسم ده، فبرادلي بيقول له ان محبوس في مجموعه زنازين 99، فالواد بيقول له ان مساجين زنازين 99 مش بيخرجوا في الفسحه مع بقيه المساجين، وان ليهم مكان مخصوص ليهم هم. فبرادلي بيساله عن السبب، فبيقول انه معظمهم مرضى نفسيين ومغتصبين اطفال. فبرادلي لما بيعرف كده بيحاول يعمل فيها مريض نفسي، وبيمسك في خناق شويه مساجين وبيكسر عظمهم حرفيا، فالحرس بيوصلوا قام برادلي كسر دراع أليسون هو كمان. فتاجز بيجي يثبته بالسلاح وبيقول له انه هينتقل زنزانه 99 لانه خطر على بيت المساجين، وبكده برادلي خطته تمت بنجاح. المهم تاجز والحرس بياخدوا برادلي على مجموعه زنازين 99 واللي بتكون مكانها تحت الارض ومعزوله تماما عن بقيه السجن وعن الدنيا كلها حرفيا. مش بس كده، ده كمان بيلبسوه حزام صاعق كهربي، وتاجز بيقول له انه هيفضل لابسه لمده شهر، كل شويه هيكهرب بيه حتى هو نايم. وبعدين بياخدوا على الزنزانه بتاعته واللي بتكون مقرفه اكتر من اللي قبلها بمراحل، وكمان الارض مليانه ازاز متكسر، فتاجز بيمسي عليه وبيكهربه تاني، فبرادلي بيقع على الارض والازاز بيدخل في جسمه. بعد شويه بنشوف برادلي بيصحى من النوم وبيفضل ينادي على كريستوفر، فبيرد عليه مسجون في الزنزانه اللي قدامه وبيقول له مفيش حد هنا بالاسم ده. فالوقت ده بيجي أليسون وبيخرج برادلي من الزنزانه وقعد يرازي فيه شويه وكهربه كتير جدا، وبعدين بيقول له انه يخرج من الفسحه، وبياخده وبيمشوا في ممر طويل، وفي نهايته بيلاقي نفسه دخل اوضه موجود فيها اليازارا ورومان واتنين كمان من رجاله اليازارا. هنا بنعرف ان اليازارا ورومان اتقبض عليهم هما كمان، وحوار كريستوفر ده كان مجرد خدعه عشان برادلي ينتهي السجن ده واليازارا يعذبه. وبالنسبه لأليسون فاليازارا بيكون مجنده لحسابه بالفلوس، والباشا بيدي ريموت الصاعق لاليازارا عشان يكهرب برادلي ويتسلى عليه. المهم برادلي بيقول له خرج لورين بره الموضوع وتعالى نصفي حساباتنا مع بعض. اليازارا بيرفض وبيقول له انه هيعذبه ويطلع عين اهله، ولو هو مد ايده عليه هو ورجالته هيأمروا ان لورين تتقتل هي واللي في بطنها كمان. فالرجاله بيبداوا يضربوا برادلي وهو مش بيمد ايده عليهم عشان خايف على مراته وبنته. بعدها برادلي بيرجع تاني على الزنزانه، اما بيفوق بياخد الفرش بتاع الجزمه اللي لابسها وبيحطها تحت الحزام عند المكان اللي بتصعق منه في كليته عشان ما يحسش بالالم بعد كده. هو بيجي الواد أليسون وزميله جريمي عشان ياخدوه عند اليازارا يروق عليه تاني، لكن برادلي بيدور فيهم الضرب وبيسفف أليسون تراب السجن كله، وفي النهايه بيقتله. اما جريمي فبيهدده يا اما يديله مفاتيح الكلبشات او هيقتله زي زميله كده، فجريمي بياخدها من قصرها وبيديله مفاتيح. فبرادلي بيحبسه جوه الزنزانه عشان ما يعملش قلق، وبعدين بيفك الكلبشات اللي في ايديه ورجليه وبيفك الحزام الصاعق وبياخد بعضه وبيروح عند اليازارا. اول ما بيوصل واحد من الرجاله بيهجم عليه وبيضربوا بعض شويه، لكن برادلي بيدعك وشه في الارض وبيقتله. فبتيجي بقيه الرجاله تهجم عليه وبرضه برادلي بيكسر عظمهم وبيفرتك دماغهم وبيقتلهم. في الوقت ده اليازارا بيتصل بالراجل بتاعه وقال له يستنى منه اتصال بعد 10 دقايق، ولو ما اتصلش يقتل لورين. برادلي هيسكت، هوب قام كسر له رجليه واخد منه التليفون واتصل بالراجل وخلى اليازارا يقول له ما يقتلش لورين. فبرادلي سحب اليازارا من رجليه المكسوره واخد على زنزانته، وبيكمل هو كلام مع الراجل وبيقول له ياخد لورين ويوصلها عند الجل ويخلي الجل يكلمه عشان يتاكد انه فعلا وصلت عنده، ولو ما عملش كده هيقتل اليازارا. وبعد ما بيخلص المكالمه بيدخل اليازارا جوه الزنزانه مع اخواته أليسون وجريمي، وهنا بيوصل المأمور تاجز وبيسال برادلي عن أليسون وجريمي، وبرادلي بيقول له انه قتل واحد وحابس التاني، وبيطلب منه شويه وقت كده لحد لما تجيله المكالمه اللي مستنيها وبعدها هيسلم نفسه.
فتاجز بيوافق وبيستنى زي ما هو طلب. بنضرب بعدها لورين والرجاله بياخدوها عند جيل بالسلامه، وبعد ما جيل بيستلمها بيقوم هو ولورين قاتلين الرجاله بالقناصه. وبعدين بيتصل ببرادلي عشان يطمنوا ان لورين في امان دلوقتي. فبرادلي طلب منه يكلمها، وفعلا لورين بيتكلمه. هو بيقول لها انه بيحبها قوي وبيحب بنته، وبيوصيها تاخد بالها منها وتطلعها انسانه متعلمه وناجحه في حياتها وما تبقاش فاشله زيه. بعد ما بيقفل معاها بيدخل الزنزانه يطحن على يزارة وبيفضل يدوس على دماغه بكل قوته لحد لما بيفصل راسه عن جسمه. ساعتها تاجز بيدخل عليه وبيقول له يرفع ايديه لفوق، فبرادلي بينفذ الاوامر وهوبا تاجز بيضربه كذا طلقه وبيقتله. لحد بتنتهي احداث الفيلم الحزين شويه ده. تستعملوا اشترك في القناه وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. اشوفكم في الفيديو الجاي، يلا سلام.